تخيل إن دماغك بيكره المذاكرة بس تقدر تبرمجه يعشقها، والأغرب إنك تعمل كده من غير ما تحس. دلوقتي هقولك السر اللي محدش قاله، السر اللي لو عرفته دماغك هيتحول من عدو لحليف. كان في شاب كل ما يفتح كتاب بيحس إنه بيختنق، يحاول يقعد ساعة يطفش بعد 5 دقايق، لحد ما في يوم حصلت له صدمة. شخص مقرب منه ناجح جدا قاله جملة واحدة بس: أنت مش فاشل، أنت مبرمج غلط. الكلمة دي قلبت حياته وهتقلب حياتك أنت كمان. في الفيديو ده هقولك إزاي تخدع عقلك وتخليه هو اللي يطلب الدراسة بإدمان. كان الشاب ده عايش كل يوم في دوامة، يصحي متأخر، يندم، يقول هيبدأ، يفتح الكتاب، يتوتر، يهرب، يندم تاني. بس في مرة قرر يعمل تجربة، جاب ورقة وكتب فوقها: أنا مش ضعيف، أنا بس ما فهمتش دماغي صح. بدأ يلاحظ حاجة غريبة، إنه بيقدر يقعد يذاكر لما تكون الحصة مسجلة على يوتيوب. طب ليه؟ لأنه مش شايفها مذاكرة، شايفها محتوى مسلي. ومن هنا بدأ يفهم حاجة خطيرة جدا: دماغك ما بيحبش الدراسة لأنه بيربطها بالألم. كل مرة ضغطت على نفسك، كل مرة بكيت من الإرهاق، دماغك سجل ده وقال الدراسة في ألم، لازم أهرب. لكن لو قدرت تربطها بالراحة، بالفخر، بالشعور بالقوة، دماغك هيطلبها لوحده. قرر الشاب ده يعمل العكس، ما عادش بيبدأ الدراسة بغصب لكن بخدعة. يبدأ ب5 دقايق بس، حاجة بسيطة جدا، مجرد ورقة واحدة. كل مرة بيخلص الورقة بيكافئ نفسه بحاجة هو بيحبها. دماغه بدأ يربط الدراسة بمكافأة، وبعد أسبوع بدأ يذاكر ساعة من غير ما يحس. علم النفس العصبي بيقول العقل بيحب العادات وبيخاف من التغيير المفاجئ. لو عايز تبرمج دماغك ما تبدأش 5 ساعات مذاكرة، ابدأ ب5 دقايق كل يوم، لكن اعملها في نفس المكان، نفس الوقت، بنفس الطقوس. دماغك هيبدأ يربط الوقت ده بالإنجاز، هتشتغل العادة ومش هتحتاج تبذل نفس المجهود العقلي كل مرة. الشاب ده بعد 30 يوما كان بيدرس 4 ساعات يومية. أصحابه ما كانوش مصدقين، سألوه: أنت اتعالجت؟ ضحك وقال: لا، أنا بس فهمت دماغي. بس استنى، في خطأ ناس كتير بتقع فيه وبيبوظ كل حاجة: إنك تكافئ نفسك قبل ما تذاكر أو تلخبط الطقوس. دماغك الذكي لو بدأ يربط الهروب بالراحة هيرجع يكره الدراسة التاني. خد بالك، أنت ما بتعانيش من كسل، أنت بس ما دربتش دماغك صح. لو عايز تخدع دماغك وتخليها يعشق المذاكرة، امشي على الخطة دي. 1. خصص وقت ثابت كل يوم للمذاكرة. 2. ابدأ ب5 دقايق بس، مهمة سهلة جدا. 3. كافئ نفسك بعد الإنجاز الصغير. 4. كرر الطقوس دي كل يوم حتى لو مفيش رغبة. 5. زود الوقت تدريجيا وراقب التغيير. بعد أسبوع هتبدأ تحس بالفرق، بعد شهر هتدمن الدراسة. مشكلتك مش فيك، مش في ذكائك، مش في قدراتك. المشكلة بس إنك ما كنتش فاهم دماغك، ودلوقتي انت معاك المفتاح. لو حاسس ان الفيديو ده ممكن يغير حياة حد، شاركه مع صديق واحد بس، واكتب لي في التعليقات: أنا قررت أبرمج دماغي من جديد. وافتكر، أقوى سلاح تملكه هو عقلك، بس بشرط إنك تعرف تسيطر عليه. لو الفيديو ده لمس فيك حاجة، دوس لايك علشان يوصل لناس أكتر. ولو عايز نكمل بسلسلة كيف تبرمج عقلك، اكتب لي عاوز كمان في التعليقات. وما تنساش الاشتراك في القناة، مش مجرد زر، ده وعد بينا إننا هنكمل الرحلة سوا.